أهلا بكم في قناة قصص وروايات. نكمل قصتنا، قصة القطة والجرو الصغير. الجزء الثاني. الجرو كان بهدوء، حط رجل قدام رجل زي ما هي بتمشي، وكل خطوة كان يحاول يخليها ناعمة، بس رجليه كانوا بيترعشوا وعينيه كانوا متوترين لسه بيكمل. فجأة خبط في أسس كبيرة، التراب طار، الورد وقع والجرو وقع على ظهره. عينيه اتفتحت كبير وبص حواليه بخضة، لقى التراب عامل دوامة صغيرة. لولو نزلت من فوق السور، قربت، ضحكت ضحكة صغيرة وقالت له بهدوء وهي بتمسح ديلها: يا جرو ما تعملش كده، كل واحد ليه طبيعته. الجرو سمع كلامها بس قال في نفسه: لا، أنا هكمل، لازم أبقى زيها كده هيحبوني. تاني يوم بدأ يحاول يقلد صوتها. لولو كان صوتها ناعم جدا، مياو كان يشبه الميوزيك. أما الجرو لما جرب طلع صوت غريب جدا، نصه أوهو ونصه مياو. خلى العصافير تطير مفزوعة، وخلى الفراشات تجري، وصاحبة البيت طلعت تجري وتقول: في إيه يا حبيبي؟ أنت تعبان؟ الجرو اتكسف وجري يختبي تحت الترابيزة، وشه مليان تراب، عينيه مليان دموع. قعد يحاول يقلد صوت مياو تاني وتاني، وبس كل مرة كان يبقى شكله أغرب وصوته أغرب. الجرو ما قفش، راح يجرب النط زي لولو. لولو كانت تطير فوق السور بخفة كأنها فراشة كبيرة. الجرو جرب يقفز، رجليه قصيرين، عضلاته ضعيفة، وقع على ظهره، اتدهدل، اتلف في الزرع، وجسمه كله بقى تراب. تفتكروا الجرو هيرجع لطبيعته ولا لا؟ انتظر الجزء الثالث والأخير، هنعرف الجرو الصغير عمل أي. وتنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصل لكم كل فيديوهاتنا. شكراً.